السلام عليكم، إزيكم عاملين إيه؟ إن شاء الله تكونوا بخير دايمًا يا رب العالمين وبصحة وفي أحسن حال. هنعمل بقى النهارده الزبادي بطريقة ناجحة جدًا وهينجح معاكِ ولو أول مرة كمان تعمليه، بس في شوية نصائح كده وخطوات بسيطة اتبعيها في الفيديو وكملي الفيديو للآخر، وإن شاء الله هتعملي أحلى زبادي متماسك وكريمي وكمان لذيذ جدًا، وقبل كل ده موفر جدًا. قبل ما نبدأ بقى دوس اشتراك للقناة وصفحة الفيسبوك بنفس الاسم، ويلا بينا نبدأ ونشوف عملناه ازاي. معانا أول حاجة لتر من اللبن، ويفضل يكون لبن كامل الدسم. طبعا أنا غليته وسبته يبرد، ممكن تحطيه في التلاجة وبعد كده هنشيل الوش بتاع القشطة اللي بيبقى على اللبن ده. طبعا في الوقت ده أنا بسخن الفرن على درجة حرارة 180 لمدة حوالي 10 دقايق، وبعد كده هطفي النار واسيبه يهدى شوية. بعد كده بقى هاخد اللبن ده على نار هادية، عايزاه يبقى دافي كده زي دمعة العين. بعد كده بقى هنزل بعلبة من الزبادي اللي هي بتبقى الزبدياية اللي هي 107 جرام دي، ومعلقة صغيرة من السكر. لتر اللبن بياخد معلقة صغيرة من السكر، والسكر هنا مش هيحلي الزبادي، لا هيشيل اللذعة اللي بتبقى في الزبادي. ونقلب بقى كويس جدا، ودي خطوة مهمة جدا. قلبي كويس جدا لحد ما السكر يدوب ويبقى كله كده قوام معاكي كريمي وناعم. بعد كده بقى هنزل بكوباية من اللبن اللي لسه مدفياه من شوية، وهبدأ أقلب كله كده مع بعضه. طبعا اللبن يكون دافي زي دمعة العين، يعني ما يبقاش سخن إن هو ممكن تحط صبعك فيه كده يحرقه. ودي من الحاجات المهمة جدا اللي هتخلي الزبادي ناجح معاكي إن شاء الله جدا. بعد كده هنزل بقى باللبن تدريجيا ونقلب بقى كله كده مع بعضه. ممكن تضربيه في الخلاط، لكن الخلاط المشكلة إن هو هيعمل رغاوي كتير كده، فهتضطري تشيلي الرغاوي. وده اللبن كنت صبيته في شفشق عشان يبقى سهل عليا في الصب. بعد كده هجيب بقى الكوبايات، أو عندك بولات، عندك أي حاجة ممكن تستخدميها تصبي بقى فيها اللبن بالشكل ده. طبعا اتباع الخطوات اللي احنا بنقولها دي إن شاء الله تخلي معاكي الزبادي ناجح جدا بأمر الله، حتى لو أول مرة تعمليه. بعد كده بقى هنزل بمية، طبعا المية تكون فترة نفس النظام، يعني نفس درجة حرارة اللبن بالظبط. ودي خطوة مهمة جدا، لأن المية لو سخنة هتخلي اللبن يخرج المية أو يسرد المية، فما يتكونش الزبادي وما يبقاش متماسك معاكي. بعد كده بقى ممكن نغطي بورق ألومنيوم، وهناخد الصينية ونحطها في الفرن بقى 6-7 ساعات، وناخد بالنا ان الفرن برضو ما يبقاش سخن ويبقى دافي، يعني ما يحرقش الايد. لو حطينا كده في ايدينا ما يحرقهاش، يبقى دافي بس. بصوا بقى الزبادي ما شاء الله، حطيناه في التلاجة طبعا لمدة حوالي ساعة. بعد ما طلعناه من الفرن ما شاء الله تحفة، متماسك جدا وواضح جدا اهو في الفيديو، وكريمي جدا ولذيذ. أتمنى بقى تجربوه إن شاء الله ويعجبكم، هيظبط معاكم. بس ما تنسوش الخطوات والتركات المهمة اللي قلنا عليها في الفيديو. وبألف هنا. أنا سوزان محمد، للي لسه أول مرة يشوفني أو يعرفني ما تنسوش بقى تشتركوا في قناتي على اليوتيوب وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما نعمل وصفة جديدة إن شاء الله توصل لكم، وكمان صفحة الفيسبوك بنفس الاسم، ولايك وشير. والسلام عليكم.